والمنفعة وأهل الإباء والتضحية وأهل الإباء والتضحية وقت الحرائق والصراع. قال يلا بهلي منها كم من سباع موزعة ما بين جيشي واللجان حال التقدم والدفاع لا دق طبل الحرب. قال لا دق طبل المعركة كل يجهز موقعه واستحكموا حول العدو في كل خط أسود قطاع. قال رغم الظروف القاسية وأحداث بقع الموجعة والشعب ذي من سبة العدوان قد نصها جياع نئبى إيران المعتدي في حال خذلة موقعه ويفكر إن القصد قد ساق السعيدة للضياع. لا والله إن اليوم بنفرح ويلقى مصرعه وأعناسنا تحكم على ناس الزهايمر بالصداع. لا والله إن اليوم بنفرح ويلقى مصرعه وأعناسنا تحكم على ناس الزهايمر بالصداع. وكيف ما نفعل العرس والوصل يا أخوها نقطعه كل فرحة واجتماع تعلن لسلمان. قالوا كل فرحة واجتماع تلوي لسلمان الذراع ما دام الأفراح فوقات الحروب مشرعة بنجعل الأفراح للسعود نكبة وانتزاع. قالوا وقت ما الضيفان في جو الفرح مستمتعة ضاعت حياة المملكة بين التخبط والنزاع. قال المثل يا كل من في البرد فيه ضيعه تستاهل البرد القوي لا دق عظمك للنخاع. دي احتجاب الغرب ها كل الامريكي ينفعه لا ما نكرر في وسط جدة نهاية قينقاع واحنا على عاداتنا والكل عايد مرجعه وابن اليمن في سلم ولا حرب دائمة في ارتفاع. واليوم يا ذا اليوم فيه السعد رتب موضعه والليلة تجلت للحراوة في شعاع كن الحري. واليوم قد دق القمر راس اصبعه واعطاه دعوة فرحته واعلن انه الوحدة وداع. قالوا تزينت في فرحته كل الجهات الأربعة واستبشرت كل الكواكب بالفرح سماء. وقاع وانا حروفي طابقت هاجس بفكرية أسمعه لكن شعوري يعجز الهاجس لشرحها. ما استطاع واتيتكم بأبيات ما قد قناعه باتقنعه من المحبة صادقة من قلب ما يقبل خداع. واسأل من الله القدير الشان هذا يرفعه وكل من يهنى حياته في زواجها والمتاع. واسك الصلاة بشن بلا يوم ربي يجمعه بشعبنا المؤمن من ساروا مع خير اتباع. بشعبنا المؤمن من ساروا مع خير اتباع. سلامتكم دام الله سبحانه وتعالى. ناصر الجميلي. أنا أعتذر وأطلب العذر من الجميع المشاركين الشعراء الذين ذكرناهم والذين لم يذكرون أن يتركونا مجال لفاصل شوية وبعدها نواصل المشاركة ونديهم للواقفين الجنسي واجهوا ما زايدوا زوز اشباك ما قدروا شي طاوي. بديلي طلع لي علاقيها ايش والله هذه ما يدي انا برجع هذه ما يدي.